تقريبا ما ينفعش يعدي رمضان من غير ما نعمل احلى صينيه كنافه بالمانجا. بما ان اسعارها غاليه قوي اليومين دول، فتعالوا اقول لكم ازاي نعملها من البيت بمقادير مظبوطه وبطعم حلو قوي زي بره ويمكن احسن كمان. هنجيب حله واسعه، وده نص كيلو من الكنافه كنت حاطاه في الفريزر وطلعته وقعدت افركه كده. طول ما هو مجمد بيتفرك بكل سهوله، مش محتاج اي كبه. هنحط عليه بقى نص كوبايه من الزبده او الزبده على سمنه، وهنفضل نقلب على نار هاديه جدا. هنسيبه على جنب ونديله كل شويه تقليبه. وتعالوا بقى نحضر الكريمه اللي بتتحط في النص. حطيت كوبايه من الكريم شانتيه، ونص كوبايه من السكر البودر، وكوبايه من العصير المانجا المركز، وهنضرب كل ده بالمضرب الكهربائي على اعلى سرعه لحد ما يوصل بالقوام ده. هنرجع تاني بقى للكنافه، مجرد ما تبدا تخش في اللون ده هنحط لها نص كوبايه من السكر البودر، ده بديل للشربات اللي في الاخر، وده هيساعد ان هي تاخد لون حلو وكمان تبقى مقرمشه. بعد ما خدت الكنافه اللون الجولد ده هنحطها بقى في البايركس وهنسويها كده. بعد كده هنحط الكريمه دي احلى حاجه فيها ان هي مركزه بطعم المانجا، مش بس مجرد كنافه بالمانجا اللي هو مانجا على الوش بس، لا هي كلها بطعم المانجا. هنحط بقى باقي كميه الكنافه وهنسويها كده. واخر حاجه بقى هنحط قطع المانجا على الوش، وعشان نحافظ على المانجا دي تفضل فريش على طول كده وبتلمع حتى لو قعدت في التلاجة كتير، هنجيب اي نوع جيلي مانجا عندنا وهنحطه في بوله وننزل عليه ميه سخنه عشان بس تدوب الجيلي، وهنحطه في التلاجة يبرد شويه. بعد كده هنطلعه وهندهن بيه وش المانجا دي كلها. صدقوني مهما قعدت في التلاجة هتفضل بتلمع وعمرها ما تسود ابدا. بس كده، اتمنى الوصفه تعجبكم، وبالهنا والشفا مقدما على كل اللي هيجربها.